اول ما وصلت استراليا كان تفكيري كله بقى اني ابدا اخرج واقابل ناس واعمل صداقات واصاحب بنت اجنبيه وارتبط كمان، وليه لا؟ انا من زمان وانا عاوز ارتبط ببنت اجنبيه واعيش بره واكمل كل حياتي بره، وكانت اول خطوه هي اني اهاجر واطلع بره مصر. بدات شغل في المشروع الجديد بتاع هواوي مع التيم الجديد. اي حد بيتغرب وبيسافر بره بلده بيكون مستني اول مره ينزل فيها بلده دي بفارغ الصبر. علشان كده بمجرد ما بدات اشيل شغل في المشروع بتاع هواوي دوت، فكرت ساعتها ان ده انسب وقت ان ابدا بقى ارتب ان انا انزل مصر زياره، اشوف امي واصحابي واوري الناس كلها ان الحمد لله قدرت اقف على رجلي وقدرت احقق الحمد لله ولو جزء بسيط من اللي انا جاي هنا احققه. اسبوع بالظبط بعد ما حجزت تذكره الطيران بتاعتي، خريطه العالم كلها اتغيرت وبدات حرب ما بين امريكا والصين. مرت الايام في هواوي وكل اسبوع اسمع من رامز ان هواوي مشت للاسف فلان اللي في المشروع الفلاني. كل اسبوع او كل كام يوم واحد بيمشي، لحد ما جه شهر 7 قبل اسبوعين بالظبط من رحلتي اول مره انزل فيها مصر من ساعه ما جيت هنا استراليا. رحلتي اللي هنزل فيها اشوف امي لاول مره. لقيت جذيب الاتش ار بتاع هواوي بيكلمني وعرفت ساعتها ان دوري جه. نزلت مصر للاسف وانا نفسيا متدمر، وما كنتش اعرف ان بالرغم من كل اللي انا كنت بمر بيه ده، في واحد مصري انا عايش معاه بقالي 6 شهور مستني فرصه نزولي مصر بفارغ الصبر علشان يجهز عليا اكتر ويطعني في ظهري ويثبت انه احقر واوسخ بني ادم انا شفته في حياتي. لما بتوصل مكان جديد وبلد جديدة بتاخد وقت عقبال ما تتعود على البلد وكمان تظبط امورك فيها كشغل وسكن، وبعد كده وخصوصا لو كنت جاي لوحدك بتحاول بقى تبدأ تخرج وتتعرف على ناس، وده اللي انا عملته. انا ما كنتش عاوز اعزل نفسي، علشان كده وبمجرد ما لقيت اول شغلانة في مجالي بقى انطلقت وبقيت كل يوم تقريبا بخرج اروح تجمعات واقابل ناس جديده. انا كنت عاوز احسن الانجليزي بتاعي واتكلم كل يوم، وكمان كان في دماغي ان انا كنت عاوز اعمل صحاب، وكمان لو جت الفرصه اصاحب وارتبط ببنت اجنبيه هنا. دي كانت دماغي وقتها، وصدقوني والله فعلا من الحاجات الصعبه جدا هنا في الغربه ان انت تعمل صحاب بجد. في مره وانا في واحد من التجمعات دي واقف بتكلم مع شله ولاد وبنات، ففي بنت جت، هاي يا جماعه اهلا بيكي، وبدأنا نسأل بعض كلنا انت منين وانتي منين، وعرفت انها فرنسية وانها مدربة يوجا وفتنس وانها لسه واصلة استراليا مفيش كام يوم، وجت تتعرف وتقابل ناس جديدة هنا. اسلوبها وطريقتها عجبتني، خصوصا وان احنا الاتنين لسه جداد في البلد وملناش صحاب. كمان اني لقيت ان في حاجات كتيرة قوي انا نفسي اعملها هي كمان بتحب وعاوزة تعملها، زي اني اتعلم ارقص مثلا، واروح اشوي على البيتش، واسافر اطلع جبال، واروح البحر، كل الحاجات دي. وفضلنا نتكلم انا وهي لحد ما التجمع خلص، وخدنا ارقام والفيسبوك بتاع بعض، واتفقنا اننا نتقابل الويك اند اللي جاي نخرج سوا. مرت الايام وعرفنا بعض اكتر وبقينا خلاص صحاب، بنخرج مع بعض كل ويك اند، وبقينا بنروح التجمعات دي مع بعض لنقابل ناس جديدة. وبقيت حاسس اني عاوز ازود عدد صحابي هنا ويبقى عندي زي شلة كده ونخرج بقى ونسافر مع بعض، وده فعلا اللي حصل. بمرور الوقت ومرة بعد مرة عرفت اعمل شلة صحاب من كل حتة في العالم حرفيا. بقينا كل ويك اند لازم نعمل حاجة مع بعض، نروح حفلات، نلعب بولينج، نروح على الشط نلعب فولي او نشوي، وبالليل نخرج مع بعض. خلاص كانت هي دي حياتي وقتها. انبهار تام بالغرب، وانا كنت عاوز اعيش حياتي ساعتها بكل لحظة فيها، خصوصا بعد ال6 شهور الاولانيين ليا هنا في البلد واللي حصل لي فيه. بس للاسف اللي ما كنتش اعرفه ان اغلب الناس اللي بتيجي التجمعات اللي انا كنت بروحها دي باك باكرز، يعني جايين هنا استراليا فترة كام شهر بس ومصيرهم هيرجعوا بلدهم تاني ويسيبوني وهرجع تاني ابقى لوحدي. في الفترة اللي انا اتعرفت عليها فيها كنت لسه ساعتها قاعد في المنطقة بتاعت ايبنج علشان ابقى قريب من شغلي، ولكن لما رحت المشروع الجديد في المبنى بتاع شركة هواوي في منطقة شاتسوود، فكرت ساعتها اني انقل السيتي، علشان كل تفكيري ساعتها كان اني اخس واعمل فورمة علشان ثقتي بنفسي تزيد واعرف ارتبط ببنت اجنبية. انا بقى عندي اهو صحاب كتير من كل حتة
حته في العالم، بس انا ساعتها كنت عاوز اصاحب، انا عاوز ارتبط بقى. وساعتها كنت شايف ان هي دي الطريقه الوحيده اللي هتديني ثقه في نفسي ان اروح الجيم واظبط جسمي. وساعتها اخدت قرار اني اروح اشترك في واحد من اغلى الجيمات في العالم، Ultimate Performance، واللي كان في قلب السيتي في سيدني. وكانت مشكلتي ساعتها اني ساكن في ايبنج، ودي منطقه حوالي ساعه من السيتي، فكان لازم ساعتها انقل واشوف سكن في السيتي او قريب قوي منها علشان اعرف اروح الجيم بتاعي الصبح في الاوقات اللي انا بتمرن فيها كل يوم قبل ما اروح على شغلي. وللاسف كان اختياري ان اكلم المصري اللي انا كنت عشت معاه قبل كده في منطقه مسقط جنب السيتي قبل ما انقل واروح على منطقه ايبنج، واساله اذا كانت الاوضه اللي انا كنت عشت فيها قبل كده فاضيه دلوقتي بحيث اقدر انقل فيها. قال لي وفي يوم النقل جيب عربيته قدام بيتي في السكن بتاعي في ايبنج يساعدني في النقل. وانا ساعتها كنت مستغرب هو بيساعدني ليه كده، لان الفتره اللي انا كنت عشت معاه فيها قبل كده علاقتنا كانت عاديه جدا، سلام سلام، ما كناش صحاب قوي يعني. نقلت عنده منطقه مسقط، ودي حوالي 20 دقيقه من السيتي والجيم بتاعي، وبدأت فعلا أظبط جسمي وأخرج عادي مع أصحابي كل ويك إند. لحد ما في مرة وأنا نازل لقيته بيسألني إيه خارج؟ قلت له رايح أقابل صحابي على البيتش واحتمال نقضي وقت مع بعض ونشوي كمان. قال لي إيه ده أنا كنت هاخد ابني كمان ونطلع على البيتش، ما تيجي أوصلك؟ ماشي. رحت معاه وبعد كده قابلت صحابي وبدأنا نشوي، وبعد شوية لقيته جاي يسألني ايه الأخبار، تمام؟ حسيت ساعتها انه لوحده وتايه كده ما يعرفش أي حد من الشلة، فبدأت أعرفه بالناس، ده فلان ودي فلانة، وبدأ يتكلم معاهم، وبعد شوية استأذن ومشي. خلصت اليوم وروحت. بالليل لقيته بيقول لي عارف بقى يا آدم، انت المفروض بقى تعمل ويلكم بارتي هنا. ايه ويلكم بارتي يعني ايه؟ قال لي يعني حفله ترحيب، لما اي حد بينقل سكن ومكان جديد بيعزم اصحابه ييجوا يشوفوا البيت والمكان الجديد وكمان يسهروا مع بعض. تصدق حلوه الفكره دي، خلاص هظبط واحاول اخليها الويك اند اللي جاي. لا استنى كده، لقيته بيطلع تليفونه وبص فيه كده وقال لي انا شغال الجمعه والسبت. خلاص ماشي، انا شغال السبت بس هخلص 10 بالليل، هلحقكم بحيث اشوف صحابك وكمان اسلم عليك. عدى الاسبوع وعزمت صحابي، واعز اصحابي البنت الفرنسيه جت الحفله مع شويه اصحاب كمان. كنا حوالي 8 9 وكله بياكل ويرقص، لحد ما صاحبتي الفرنسيه قالت لنا انها اتعلمت حركه يوجا جديده وانها عايزه تعلمها لنا، ووقفت ساعتها هي قدامنا واحنا وراها بحيث ان احنا نعمل زيها. ومجرد ما بدات تورينا لقيت باب الشقه بيفتح ودخل هو وشافها قدامنا بتعمل الحركات بتاعت اليوجا دي. هاي يا جماعه هاي. وسالنا ساعتها انتوا بتعملوا ايه؟ لا دي بس بتورينا حاجه جديده في اليوجا هي اتعلمتها. وللاسف من اللحظه ديت انا حياتي اتغيرت. من ساعة ما شافها وطول السهرة، من ساعة ما هو رجع من الشغل بيحاول بشتى الطرق ان هو يقرب منها ويفتح معاها مواضيع. وانا ساعتها ما كنتش مركز قوي معاهم لاني كنت بحاول اضايف صحابي كلهم واتاكد ان هم مبسوطين. خلصت السهرة ووصلتهم كلهم للشارع وطلعت. بمجرد ما دخلت لقيته بيقول لي ادم انا بايني حبيت يا ادم. ايه البنت الفرنسيه اللي كانت بتعلمكم يوجا ديت هي صاحبتك قوي قوي يعني؟ دي اعز صديقه ليا هنا، واحنا صحاب جدا وقريبين جدا كمان من بعض. طب ما تظبطني معاها. قلت له اظبطك ازاي يعني حاول تكلمها عني، انا معجب بيها قوي الصراحه. ايوه بس هي مصاحبه اصلا دلوقتي. ايه؟ قلت له هي مصاحبه فعلا شاب استرالي من فتره قريبه. طيب تمام. ولقيت وشه اتقلب وساعتها قال لي تصبح على خير انا داخل انام. وفعلا انا ما كنتش بكذب عليه، هي فعلا وقتها كانت مصاحبه. انا وهي كنا قريبين جدا من بعض وبنحكي تفاصيل كتيره قوي من حياتنا حتى الحاجات الشخصيه لبعض لما كمان بنتقابل. انا كنت فاكر ان لما اقول له ان هي مصاحبه خلاص هينسى الموضوع، ولكن ما كنتش اعرف هو ساعتها بيفكر في ايه ولا دماغه هتوديه فين. بس بقى كل كام يوم بمجرد ما يشوفني سواء في الصاله او في المطبخ بطبخ حاجه او خارج حتى من الحمام ورايح اوضتي يقعد يسالني عنها وايه اخبارها واذا كانت لسه مع البوي فريند بتاعها صاحبها الاسترالي ولا خلاص سابوا بعض. في الاول كان الموضوع بالنسبه لي عادي، ولكن مع الوقت وخصوصا لما بدا كل كام يوم يجي يخبط على اوضتي، ادم انت هنا صاحي؟ صاحي. طب فاضي نتكلم شويه؟ ويقعد تاني يسالني عنها ويقول لي قد ايه انها وحشاه قوي وانه بيفكر فيها طول الوقت وانه مش عارف يطلعها من دماغه، لدرجه اني بقيت عايز اقول له يا عم ارحم امي بقى، كفايه بقى كلام عنها، كرهتني فيها، هي مصاحبه ففكك بقى منها وشوف حالك. الفكره انه اسبوع او 2 قبل
قبل حتى ما يتعرف عليها كان بيلعن الارتباط وان دي فكره اصلا اي كلام، وانه خلاص كده خد حظه من البنات ومن الارتباط ومش بيفكر ابدا ان هو خلاص كده يرتبط تاني، وان حياته كده تمام قوي، خصوصا انه اتجوز مرتين وطلق المرتين، وطبعا في المرتين كان بيلوم الستات اللي هو كان متجوزها وقد ايه ان هم كانوا مجانين، وان هو يا عيني اللي كان الضحيه في الجوازتين، وصرف كم فلوس رهيب، خصوصا الفلوس اللي دفعها واللي لسه بيدفعها ومطالب ان هو يدفعها علشان ابنه الصغير، وكمان فلوس المحامي بتاعت الطلاق الغاليه جدا. فخلاص هو مش مستعد يصرف اي مليم تاني على اي واحده، وان الحب والارتباط ده كلام فارغ وفكره فاشله اصلا. يوم بعد يوم واسبوع بعد اسبوع وهو عمال يزن عليا اني احاول اخليه يقابلها تاني، وانا عمال احاول افهمه ان اللي هو بيفكر فيه وعاوزه مش هيحصل، لان هي مصاحبه اصلا. ده غير ان هم مختلفين تماما اصلا. هي مدربه يوجا ورشيقه جدا وليها الستايل بتاعها وبتحب ترقص وثقتها بنفسها عاليه جدا، ولكن هو بكرش وغلبان قوي في نفسه واسلوب حياته مختلف عنها جدا. كنت عاوز اقول له الكلام دوت، خصوصا لما جه في يوم وانا قاعد في اوضتي وخبط عليا: ادم انا قضيت احلى يوم النهارده في الشغل يا ادم. قلت له ايه خير؟ ساعتها قال لي ان هو النهارده في الشغل وهو بيشتغل في المطار في ضباط الجوازات اللي بيكشفوا على الباسبورات للناس اللي لسه واصله البلد، يعني الضباط اللي بتبص على الباسبورات وتختمها. قال لي النهارده في المطار وانا في الشغل جات لي بنت فرنسيه وادتني الباسبور بتاعها. قال لي اول ما شفت الباسبور افتكرت البنت صاحبتك والاكسنت بتاعتها، الطريقه اللي هي بتتكلم بيها، يعني انا بجد شكلي بحبها يا ادم. يا عم انت شفتها مره واحده بس، بتحبها ازاي؟ طب خليني بس اقابلها مره كمان. من كتر زنه عليا قلت له حاضر، وظبطت معاها اننا نروح البيتش يوم مع بعض، وقلت لها ان الشاب اللي انا عايش معاه هيجيب ابنه معاه واحنا جايين وهنخرج كلنا سوا. طبعا هو كان طاير من الفرحه ان هو هيشوفها تاني. اتقابلنا كلنا مع بعض وانا كنت عارف ان هو عاوز يقرب منها اكتر، فاخدت ابنه وقلت له تعالى مع بعض نلعب سوا علشان اديله فرصه ان هو يتكلم معاها ويقرب منها اكتر ويحل عن دماغي بقى شويه. كام يوم كده بعد ما خرجنا كلنا سوا، وطبعا كل يوم عمال يسالني ويزن عليا: تفتكر رايها فيا ايه يا ادم؟ ده انا ممكن اعمل اي حاجه يا ادم عشان بس تعجب بيا، اظبط جسمي، اربي دقني، اي حاجه. قال لي يا ادم انا اتجوزت مرتين وعمري ما حسيت الاحساس ده مع اي واحده قبل كده، ما تحاول تسالها كده رايها فيا ايه. اللهم طولك يا روح. بقيت عمال اقول لنفسي كان يوم اسود يوم ما عرفتك عليها. بعد كام يوم قابلتها وحاولت اسالها كده بشكل غير مباشر، وردها كان ان مش هو الشخص اللي هي بتدور عليه خالص، مش الستايل بتاعها، وما حسيتش ناحيته باي حاجه خالص لما شافته المرتين اللي فاتوا. ده غير انها اصلا مصاحبه وانها استحاله تفكر فيه. طبعا انا ما وصلتلوش الكلام ده خالص علشان ما يتصدمش، قلت له بس انها شايفاه شخص كويس، بس هي مصاحبه اصلا وان هي شايفاه مجرد صديق عادي. لما جيت سالتها طب وانت عامله ايه مع صاحبك البوي فريند الاسترالي اللي انت معاه؟ قالت لي والله يا ادم هو هايل جدا، بيحب يعمل نفس الحاجات اللي انا بعملها لانه كمان مدرب يوجا زيي، واحنا كمان فينا حاجات كتيره قوي من بعض، وانا بحبه جدا، بس في مشكله واحده هي اللي بتخليني طول الوقت عمال افكر اني اسيبه. ولما سالتها ايه المشكله ديت اتصدمت ساعتها لما عرفت للاسف ان صاحبها الاسترالي عنده مشاكل جنسيه، وان الموضوع ده مش منجح علاقتهم قوي. بس طبعا ما قدرتش اقول ليها ولا انصحها باي حاجه. بس طبعا علشان انا ساذج، لما روحت للمصري اللي انا كنت عايش معاه وقتها وسالني ها ايه الاخبار، كنت غبي كفايه ان احكي له حاجه خاصه جدا عنها زي اللي هي قالتها لي، وده اداله امل كبير قوي انهم في اي وقت ممكن يفشكلوا، وساعتها هيعرف يدخل حياتها ويصاحبها ويرتبط بيها كمان. بعد اسبوع تشاء الاقدار ان صاحبتي الاوضه اللي هي عايشه فيها في البيت اللي هي قاعده فيه دوت يحصل فيها شويه مشاكل كده في السقف، وان هو يكون زي بيسرب ميه كده. ولما اتكلمت مع صاحب البيت ان هو يجي يصلحه قال لها اوكي بس الموضوع هياخد حوالي اسبوع، فانت يا ريت تحاولي تشوفي مكان تاني تعيشي فيه الاسبوع دوت لحد ما احنا نصلح الموضوع دوت. ساعتها كلمتني وقالت لي ادم معلش ممكن اجي اقعد عندك اسبوع واحد بس، علشان انا وصاحبي في بينا مشاكل جامده بسبب الموضوع اللي كنت حكيت لك عليه قبل كده. قلت لها اكيد مفيش مشكله، خليني بس اسال الشاب اللي انا عايش معاه دوت علشان ده بيته، اذا كان
كان هو عنده مشكله ولا ما عندوش مانع. طبعا بمجرد ما بعت له مسج انها عاوزه تيجي اسبوع من النهارده تقعد عندنا، ما كانش مصدق وقال لي اه طبعا اكيد دي تنور. بعت لها وقالت لي خلاص انا هاجي النهارده بالليل. جت بالليل وفهمتها انها هتنام في اوضتي على سريري، وانا هفرش مرتبه على الارض جنب السرير وانام عليها. طبعا هو جه من الشغل بالليل، ازيك عامله ايه، خلاص بقى فرصته جات له. اسبوع كامل قاعده معانا في الشقه، وطول الاسبوع ده عمال يحاول بشتى الطرق ان هو يقرب منها ويقول لها بصي انا بدات اعمل دايت، ده انا عندي جيم اهو في البيت، وشفتي صوري مع ابني ده لطيف خالص. في مصطلح مشهور قوي بالانجليزي اسمه لو سيلف استيم او نيدي. المصطلح ده معناه قله الثقه بالنفس، يعني شخص ما عندوش اي ثقه بنفسه سواء شخصيته او حتى شكله، فبيحاول بشكل مذل انه يعجب اللي قدامه باي طريقه. والبنات ما بيحبوش الشاب اللي زي كده، وهو للاسف كان مثال حي للموضوع دوت. بقيت عاوز اقول له ده شغل رخيص قوي اللي انت عمال تعمله دوت، هي عمرها ما هتحبك بالطريقه دي. الاسبوع كان قرب يخلص، وانا ساعتها كده كان مر على ان انا بروح الجيم وبحاول اظبط جسمي شهرين كاملين، وجسمي بدا يظهر عليه التغيير، ووصلت ساعتها لاحسن فورمه في حياتي وقتها، وعضلات البطن بدات كمان تظهر. وفي ليله من الليالي كنت راجع من الجيم ودخلت الشقه، كانوا هما الاثنين ساعتها في المطبخ، وهي اول ما شافتني هاي ازيك يا ادم، انا تمام. وساعتها قالت لي ايه ده يا ادم انت بقى شكلك هايل، ايه العضلات دي كلها. طبعا هي بتقول كده وهو بيغلي من جوه، بقى بعد اللي انا عمال اعمله معاكي ده كله واحاول اخليكي تحبيني، انت بعد ده كله معجبه بادم؟ وبدا ساعتها يحس بالخطر مني. للاسف لما شخص بتكون ثقته بنفسه قليله ويلاقي حاجه عارف انه عمره ما هيعرف يلاقيها في حياته مره تانية، بيكون ساعتها خايف ان اي حد ياخدها منه، وبيحاول يحافظ عليها باي طريقه. وده اللي هو كان بيحاول يعمله، هو ما كانش عاوزها تشوف اي حد غيره، هو وبس. كل الكلام ده انا ما كنتش واخد بالي منه خالص وقتها، وان هو غيران مني قوي كده وخايف ان انا اخطفها منه. اخر ليله ليها معانا بعد الاسبوع ده ما خلص، اقترح ساعتها ان هو يشويلنا في البلكونه، وقعدنا كلنا. وبعد شويه انا عشان كان عندي تاني يوم شغل الصبح دخلت نمت بدري، وسبتهم ساعتها يتكلموا، وتوقعت انها هتخلص معاه وبعد كده هتيجي على الاوضه عادي جدا وتنام على سريرها. فدخلت انا فرشت المرتبه على الارض ونمت. تاني يوم صحيت ببص جنبي على السرير لقيته فاضي ما اتلمسش. خرجت الصاله اشوف راحت فين، لقيته واقف في المطبخ بيعمل قهوه، وسالته هي فين؟ قال لي في اوضتي. نعم. قال لي اه بعد ما انت دخلت نمت بدري قمت انا وجبت ازازه واين وقعدنا اتكلمنا كذا ساعه، وبعد كده بوستها وقضينا الليله مع بعض. طب ايه يعني كده انتوا اتصاحبتوا خلاص ولا دي كانت ليله كده وبس؟ قال لي اه هي خلاص اتفقت معايا انها هتتكلم مع صاحبها الاسترالي وهتفركش معاه النهارده كده خلاص. طيب مبروك يا سيدي، الله يبارك فيك، كله بفضلك يا ادم. خلصت معاه ودخلت الحمام عشان اخد دش سريع كده قبل ما انزل على الشغل، عشان اتفاجئ بالمنظر ده. الليله اللي قبلها كان عندي 6 باكس عضلات بطن، وصحيت تاني يوم في ترهلات في بطني بشكل عجيب خلاني خفت جدا لا تكون في حاجه حصلت في معدتي، والمنظر ده رعبني. وعلى طول قمت باعت للمدرب الخاص بتاعي الايراني علي اساله ايه ده. قال لي مش عارف، بس روح اعمل تحليل بسرعه وخلينا نشوف ايه اللي حصل.